أهلا بكم في عبد الحميد باز أوديو بودكاست النسخة العربية. أنا محمد عبد الحميد، مستشار أعمال متخصص في التحول الرقمي عن طريق الذكاء الاصطناعي، وشاركت في بناء إطار عمل مبتكر لتحوير أفكار رواد الأعمال لمنتجات وشركات قائمة اللي اسمه Minimum Viable Business Framework، وطورت نظام الأساسيات السبعة للقادة، بالإضافة إلى دوري في بناء منهجية من 3 مراحل لمساعدة الشركات للتحول باستخدام الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مش مجرد فكرة جاية لنا من المستقبل وبس، أو حتى من الأفكار اللي بنشوفها في أفلام الخيال العلمي، لكنها بقت حقيقة حوالينا دلوقتي. هنلاقي إن الذكاء الاصطناعي أو ال AI بدأ يعيد تشكيل حياتنا اليومية وحتى عالم الأعمال، سواء من الخوارزميات اللي بتختار لنا نشوف إيه على السوشيال ميديا، أو حتى للسيارات ذاتية القيادة اللي بتقدر تتحرك وسط المدن المزدحمة وبتعرف حركة المرور وبتحدد سرعتها وبتحدد اتجاهها. في الفترة الأخيرة هنلاقي إن الذكاء الاصطناعي اتنقل من النظرية للتطبيق العملي، واقصد هنا بالتطبيق العملي بالامور الحياتيه او اليوميه اللي بنمر بيها في حياتنا، وان ازاي الذكاء الاصطناعي بدا يتدخل فيها وبدا ياثر عليها سواء بشكل مباشر او غير مباشر. ورغم كل الحماس والضجه اللي حوالين الذكاء الاصطناعي او الاي اي، لكن لسه في ناس كتير ما تعرفش هو ايه اصلا الذكاء الاصطناعي ده. والاهم من كده ان في بعض المعتقدات الغلط عن ايه هو الذكاء الاصطناعي او ايه مدى قدراته وحدوده. الذكاء الاصطناعي مش عبارة عن روبوتس أو روبوتات عندها من الوعي اللي بتقدر تخطط علشان تسيطر على العالم وعلى البشر، وده الانطباع اللي اتبنى على مر السنين من أفلام هوليوود ووسائل الإعلام المختلفة. لكن الحقيقة فيها إثارة أكتر من كده، وكمان فيها واقعية في نفس الوقت. كتير من الأحيان بنسمع في وسائل الإعلام أو حتى على السوشيال ميديا مصطلح الذكاء الاصطناعي أو ال AI أو ال Artificial Intelligence. لكن يا ترى معنى الكلمة دي إيه؟ إيه هو الذكاء الاصطناعي؟ ببساطة الذكاء الاصطناعي ده هو عبارة عن آلات أو برامج بتحاول تحاكي الذكاء البشري، أو ببساطة بتحاول تقلد الذكاء البشري. وناخد بالنا كويس قوي من الجملة دي لأن هنستخدمها كمان شوية. البرامج أو الأنظمة دي بيبقى عندها القدرة إنها تتعلم من البيانات وتقدر تتعرف على بعض الأنماط، وكمان ممكن تاخد قرارات بجزء من الاستقلالية. خلينا نفكر في الموضوع كأننا بنسمح لأجهزة الكمبيوتر اللي بنستخدمها أو الحاسب الآلي إن يكون عندها القدرة على إتمام مهام معينة من المهام اللي إحنا كنا بنقوم بيها بنفسنا كبشر، أو اللي كانت بتبقى محتاجة ذكاء بشري في إتمامها، ولكن إحنا بنخلي الحاسب الآلي أو الكمبيوتر هو اللي بيقوم بالمهام دي بالنيابة عننا. زي إيه مثلا؟ زي فهم اللغة، لما نقرأ بعض الكلمات ونقدر نستوعب المقصود من اللغة دي أو من الجملة اللي احنا قريناها، أو حتى لو احنا بنتكلم أكتر من لغة ونحاول نفهم معنى اللغة اللي قدامنا، سواء كانت لغة إنجليزية أو لغة إسبانية للغة الأساسية اللي احنا بنتكلم بيها لو كانت العربي أو لو كانت أي لغة تانية. ممكن كمان يبقى عنده القدرة على التعرف على الصور، زي مثلا لما نوريله صورة معينة احنا كبشر نقدر نعرف من الصورة دي ممكن يكون المكان ده فين، ايه مكونات الصورة، ايه العناصر الموجودة جوه الصورة. او ممكن كمان يكون عنده القدرة للتنبؤ بناء على البيانات اللي اتعلم منها، ويبقى عنده اللي بنسميه فوركاست، نعرف المستقبل ممكن يحصل فيه ايه بناء على بعض البيانات والارقام اللي بنشوفها. بكده هنلاقي ان الهدف الاساسي من الذكاء الصناعي هو انه يعمل محاكاة للعمليات البشرية او المهام اللي البشر بيقوموا بيها، وده ممكن يشمل حاجة زي التعلم من التجارب. الإنسان بيتعلم بالتجربة، يعني بيمر بتجربة معينة أو بيجرب يشتغل على تاسك أو مهمة معينة، بيبتدي يتعلم منها، بيشوف الأخطاء اللي هو وقع فيها علشان ما يقعش فيها تاني لما يتعرض لنفس المشكلة دي أو لما يتعرض لنفس المهمة دي. ممكن كمان إن هو يتمرن أو يقدر إنه يكون عنده القدرة على التفكير لاتخاذ قرارات منطقية أو قرارات معينة، وطبعا ده بيكون بناء على التجارب أو التعلم اللي مر بيه والبيانات اللي دخلت ليه. ممكن كمان يقدر يحلل مجموعة من البيانات ويطلع منها بمجموعة من المعلومات أو التنبؤات المستقبلية. كل المعرفة دي ممكن يكون عنده القدرة كمان على حل المشكلات بكفاءة. ببساطة ممكن نقول إن الذكاء الاصطناعي ده موجود علشان يزود من قدراتنا كبشر، مش علشان ياخد مكاننا. ممكن نقدر نعتمد عليه في إتمام بعض المهام المتكررة، المهام المملة اللي مش كتير مننا بيحب يعملها دايما وبقت ليها خطوات ثابتة وما بتتغيرش، وده هيسمح للبشر أن يكون عندهم وقت أكتر علشان يفكروا في المشاكل المعقدة أكتر. بالإضافة كمان لقدرة ال AI أو الذكاء الاصطناعي إنه يقدر يحل بعض التحديات المعقدة اللي ليها علاقة ببيانات كتير وتفاصيل كتير، وهتاخد وقت كبير جدا من البشر علشان يقدروا يقوموا بحل المشكلة دي بشكل يدوي أو بس بالاعتماد على ذكائهم البشري. ودي من أكتر المميزات لمصلحة أو لصالح الذكاء الصناعي، إنه يقدر ينتج أو يقدر يحل مشكلات معقدة في وقت أقل بسبب قدرته على التعلم بسرعة حسب حجم البيانات اللي بندخلها ليه. وهنعرف كمان شوية أهمية حجم البيانات اللي بندخلها للذكاء الصناعي، وإيه الفرق ما بين التعلم اللي بيحصل للذكاء الصناعي
او الذكاء البشري كمان شويه. ممكن نقول ان من هنا بيبتدي يظهر بعض سوء الفهم او بعض توقعات اللي ممكن تبقى كبيره او زياده عن اللزوم وغير واقعيه لفهمنا لايه هو الذكاء الاصطناعي او الاي اي. كتير من الناس بيفتكر الذكاء الاصطناعي ده عباره عن اللي احنا شفناه في افلام زي اي روبوت واي ام ماذر، بمعنى ان الروبوتس او الروبوتات بقى عندها من الوعي اللي ممكن تبتدي تفكر او تخطط علشان تاخد مكان البشر. لكن خلينا نوضح ونأكد ان الذكاء الاصطناعي المتاح حاليا واللي بنستخدمه في يومنا او في حياتنا او حتى في عملنا هو عبارة عن برامج حاسوبية عندها من الذكاء اللي بيساعدها انها تقوم ببعض المهام بكفاءة عالية وبدقة احسن وفي وقت اقل. وهي دي النقطة الاساسية اللي احنا عايزين نتكلم عنها، ان الذكاء الاصطناعي بيقدر يكون انه بيعزز قدرات البشر ولكنه ما بياخدش مكانها. في الوقت الحالي الذكاء الاصطناعي اللي موجود اللي بنسميه الذكاء الاصطناعي الضيق او الضعيف، لان في نوع تاني من الذكاء الاصطناعي هنتكلم عنه كمان شوية وهنعرف ليه بنقول على النوع ده انه ذكاء اصطناعي ضيق. الذكاء الصناعي الحالي اللي احنا بنستخدمه واللي موجود في حياتنا هو مخصص لمهام معينة بيأديها بكفاءة عالية ولكنه برضه ليه حدود. فمثلا ممكن المساعد الافتراضي اللي موجود على الهواتف الذكية اللي بنستخدمها انها تعمل ضبط للاشعارات اللي بتجيلنا على الهاتف، او ان احنا نطلب منها انها تشغل بعض الاغاني او بعض التطبيقات اللي موجودة على الهاتف بتاعنا، او حتى انها تقول لنا تحديثات عن الطقس وتغيرات الجو في اليوم. لكنه لسه ما يقدرش يفهم مشاعرك بشكل كبير، او حتى انه يقدر يكتب رواية بالكامل من الاول للاخر لوحده من غير مساعدة البشر. هنلاقي ان الذكاء الاصطناعي بيشتغل في الكواليس زي ما بنقول او في الخلفية في جوانب كتير من حياتنا من غير ما ناخد بالنا ومن غير ما نحس، زي مثلا الاقتراحات اللي بتظهر لنا من منصات زي نتفليكس مثلا او اي منصات لمشاهدة الافلام، او الانظمة اللي بتمنع البريد المزعج او البريد العشوائي اللي بيجي لنا للبريد الالكتروني بتاعنا اللي بنسميها سبامينج. وكمان هو مسؤول عن تشغيل المساعدين الافتراضيين زي سيري واليكسا، ودوره في التسويق الالكتروني من على منصات التسويق الالكتروني، خصوصا لما بتظهر لنا بعض المنتجات الابلكيشنز دي او التطبيقات دي او المنصات دي بتحاول تقترحها علينا بناء على تحليلات استخدامنا للمنصة واستخدام ملايين العملاء من المنصة وطرق الشراء والمنتجات اللي بيفضلوها وبيشتروها. طبعا ده غير قدرته على انه بيساعد الاطباء دلوقتي في اجراء تشخيصات طبية بدقة اعلى وفي وقت اقل. ده غير قدراته وامكانياته لمساعدة الاعمال او الاقسام المختلفة في الشركات. كتير من الشركات دلوقتي بدأ يستخدم الذكاء الاصطناعي في قسم الموارد البشرية مثلا، او في قسم الموارد المالية وادارة الاموال في الشركات. ده غير المبيعات، غير التسويق، وغير حتى التشغيل او الاوبريشن في الشركات. كل دي امثلة ممكن نتكلم عنها في حلقات جاية عن قدرات الاي اي او الذكاء الاصطناعي ومساعدته سواء للافراد او للشركات في جوانب مختلفة من حياتهم ومن احتياجاتهم. بكده هنلاقي ان الذكاء الاصطناعي بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا تقريبا، سواء حياتنا اليومية كاشخاص او حتى حياتنا في الشغل بتاعنا او في الاعمال اللي بنقوم بيها. وعلى الرغم من كده ان في ناس كتير لسه مش فاهمة الذكاء الاصطناعي ده عبارة عن ايه وايه الحاجة اللي بتميزه او اللي خلت عنده القدرات الفائقة دي واللي بتخلي نتائجه مبهرة لكتير من الناس وفي كتير من الاحيان. خلينا نحاول نبسط الموضوع. هنحاول نشيل جزء من الغموض اللي حوالين الذكاء الاصطناعي او الاي اي بسبب عدم فهمنا لايه مكوناته او ازاي بيشتغل، من غير ما ندخل في تفاصيل تقنية كتير. الجزء اللي جاي ده هنوضح فيه ايه المكونات الاساسية اللي بيتكون منها اي نظام ذكاء اصطناعي واللي بتساعده على انه يشتغل بكفاءة عالية. هنلاقي ان الذكاء الاصطناعي بيتكون من 3 مكونات اساسية. اول حاجة البيانات، تاني حاجة الخوارزميات، وتالت حاجة تعلم الآلة. خلينا نبتدي بالبيانات. البيانات تعتبر هي حجر الأساس لأي نظام ذكاء اصطناعي بنحاول نبنيه أو حتى أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي بنستخدمها في الوقت الحالي. ممكن نقول هي المادة الخام اللي بتسمح للذكاء الاصطناعي إنه يتعلم ويبقى عنده القدرة على اتخاذ بعض القرارات. خلينا نفكر في الموضوع. لو عايزين نعلم طفل صغير الفرق بين القطة والكلب، هنلاقينا بنبتدي نعرض عليه مجموعة من الصور سواء لأشكال قطط مختلفة أو لأشكال كلاب مختلفة، وهنبتدي نوضح له ونميز له الفروقات الجوهرية ما بين شكل القطة أو شكل الكلب، زي مثلا شكل شعر القطة أو حجمها مقارنة مثلا بالكلب، شكل الأنف بتاعته شكلها عامل إزاي، أو حجمه مقارنة بالقطة. بمرور الوقت هنلاقي الطفل هيبقى عنده القدرة إنه يتعرف على شكل الكلب أو شكل القطة لما نعرض عليه صور جديدة أو حتى لما يشوفهم في الحياة، وده من غير ما يطلب مساعدة زيادة. خلينا ندي مثال تاني على الأعمال. لما بنيجي نعين عضو جديد في فريق العمل بتاعنا لسه متخرج من الجامعة، عنده المعرفة اللي كونها خلال الدراسة الأكاديمية سواء في الجامعة أو المدرسة أو بعد التجارب اللي مر بيها في حياته، لكنه لسه ما بيبقاش عارف تفاصيل كتير عن طريقة الشغل وعن طبيعة المنتجات اللي احنا بنقدمها أو الخدمات اللي بنقدمها للعملاء بتوعنا. وبالتالي بنضطر إن احنا يبقى في حد عنده من الخبرة اللي تأهله إنه يبتدي يمرن الشخص ده على كل التفاصيل الخاصة بطريقة الشغل أو بالمنتجات والخدمات اللي بنقدمها للعملاء. ومع الوقت الشخص ده لما بنبتدي نديله بعض المهام وبيقوم بيها بيتعلم منها
خطوة خطوة، وبنبتدي نديله بعض النصايح علشان يتلافى بعض الأخطاء اللي وقع فيها بسبب عدم معرفته الكاملة بالمهمة اللي بيقوم بيها. ومع الوقت هنلاقيه بيقدر يقوم بالمهمة بشكل كامل وبكفاءة عالية من غير ما يطلب مساعدة من حد. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع الذكاء الاصطناعي، طبعا مع اختلاف النطاق وتعقيد طريقة تعلم الذكاء الاصطناعي لان هو يقوم بمهام زي اللي الطفل الصغير عملها، انه يتعرف على شكل الكلب او القطة، او حتى زي الشخص اللي انضم لفريق العمل علشان يقدر يقوم بالمهام المطلوبة منه. وممكن تكون النقطة دي من أهم الاختلافات ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، وهنا ترجح كافة الذكاء البشري. طبعا هنلاقي مثلا إن الطريقة اللي بيتعلم بيها الذكاء الاصطناعي إنه ما بيقدرش يتعلم من أمثلة قليلة، بعكس البشر. الإنسان لما بتديله مجموعة من الأمثلة زي ما حصل في المثال بتاع الطفل الصغير أو عضو فريق جديد، هتلاقيه هو بسبب الذكاء البشري وبسبب الطريقة اللي العقل بيشتغل بيها عند الإنسان بيبتدي يكون الإدراك خاص بالتاسك أو المهمة اللي بنطلبها منه، فبيبقى عنده قدرة ان هو يقدر يتعامل مع مواقف مختلفة مش شرط يكون مشابهة خالص للي هو اتمرن عليها او شافها في بداية التمرين اللي قدمناه له، ولكن بيقوم بالمهام المطلوبة منه بكفاءة عالية برضه. ده مختلف شوية عن الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي بيتطلب مجموعة ضخمة جدا من البيانات، ممكن توصل لملايين أو حتى مليارات، علشان تتم عملية التعلم بفاعلية ويبقى فيه دقة أعلى من المخرجات اللي متوقعين إنها تخرج منه. والبيانات اللي بيكون محتاجها الذكاء الاصطناعي عشان يتعلم منها مهم كمان إنها تكون متنوعة، زي مثلا يكون في منها بيانات نصية، مقالات أو كتب أو صور، ممكن تكون صور لأشخاص، صور لبعض المناطق، صور لبعض الأشياء، بالإضافة طبعا للأرقام سواء من قياسات معينة أو بيانات مالية، وممكن كمان نضيف عليهم ملفات صوتية أو حتى مقاطع فيديو مسجلة. كل ما كان البيانات اللي بنعرضها بالذكاء الاصطناعي أو بنعلمه عليها فيها تنوع وشمول، كل ما كان نظام الذكاء الاصطناعي ده عنده قدرة أكبر في التعرف على أنماط مختلفة وإنه يقدر يطلع لنا نتائج بدقة أحسن وأعلى. طب خلينا ندي مثال عن واحد من أنظمة الذكاء الاصطناعي وإزاي بتشتغل وبتدينا النتائج بكفاءة عالية. مثلا المساعد الافتراضي سيري، هو بيقدر يفهم صوتك عن طريق قدرته على تحليل آلاف الساعات المسجلة لصوتك انت شخصيا، علشان كده هو بيبقى عارف نبرة صوتك وعارف التون اللي انت بتتكلم بيه، وممكن كمان يبقى بيجهز نفسه للردود اللي هتكون اقرب لشخصيتك واقرب لاحتياجك بناء على التسجيلات اللي هو عنده اطلاع عليها وبيتمرن عليها. ممكن مثلا منصات التجارة الإلكترونية، لأنه بيكون عندها اطلاع على سجلات الشراء الخاصة بملايين العملاء، فبتقدر تتوقع ايه المنتجات اللي بعض العملاء هيكون مهتم بيها او ممكن يشتريها بناء على تفضيلات العملاء دول وبناء على تفضيلاتك انت كشخص، فبيبتدي يقترح عليك المنتجات اللي ناس شبهك او بمواصفات قريبة منك حبوها او اشتروها. هنلاقي ان الجزئيه الخاصه بالبيانات هي نقطه قوه وضعف في نفس الوقت بالنسبه لانظمه الذكاء الاصطناعي. على الرغم من قدره الذكاء الاصطناعي انه يتعلم من كميه ضخمه جدا من البيانات ومتنوعه في وقت اقل وبشكل اسرع بكتير من البشر، الا ان فهمه وتعلمه ده بيعتمد على جوده البيانات دي. فهنلاقي مثلا ان انظمه الذكاء الاصطناعي اللي بتتمرن على مجموعه من البيانات فيها تحيز، او ممكن تكون بيانات مش كامله بتعرض جزء بس من الحقيقه او جزء بس من الواقع والبيانات الحقيقيه، هيكون في النتائج بتاعته تحيز كبير جدا، وهتكون بالتاكيد النتائج اللي هيطلعها لنا فيها أخطاء كبيرة. باختصار إن البيانات هي أساس الذكاء الاصطناعي، سواء كان نوع البيانات دي نصوص، صور أو أرقام أو تسجيلات صوتية أو فيديوهات، هي دي اللي هتسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي إن يكون عندها القدرة على تحديد الأنماط، وإنها تقدر تقوم بتحليلات معقدة ومتقدمة وتبتدي كمان تطلع لنا بعض التنبؤات. تاني مكون من مكونات الذكاء الاصطناعي عندنا هو الخوارزميات. لو كانت البيانات هي وقود الذكاء الاصطناعي، هنلاقي ان الخوارزميات هي المحركات او الموتور. الموتور هنا دوره انه بياخد الوقود ويعالجه علشان يتحرك ويطلع نتيجة. هو ده بالظبط دور الخوارزمية في أنظمة الذكاء الاصطناعي. الخوارزمية هي مجموعة من التعليمات أو القواعد أو الأوامر اللي بنصممها علشان تحل لنا مشكلة محددة أو تقوم بمهمة معينة. خلينا نبسط الموضوع كأننا بالظبط بنحاول نعمل طبخة أو أكلة معينة بنحبها، فالمكونات اللي هنستخدمها علشان نعمل الأكلة هتكون البيانات، لكن خطوات تجهيز الأكلة عن طريق المكونات اللي موجودة قدامنا هي دي الخوارزمية، اللي هي الخطوات اللي بنستخدم بيها البيانات علشان نطلع منها نتيجة. وفي حالة الطبخة لما بنستخدم البيانات اللي هي المكونات وبننفذ التعليمات أو الخطوات عشان نجهز الأكلة اللي هي الخوارزميات، بتطلع لنا الطبق الجميل اللذيذ اللي احنا بنحبه علشان ناكله، اللي هي النتيجة. وده بالظبط الطريقة اللي بيشتغل بيها الذكاء الاصطناعي، ان البيانات بتبتدي تدخل على الخوارزميات، بيحصل لها معالجة وبيحصل عليها تحليلات، نقدر نخرج منها ببعض التنبؤات وبعض المهام اللي بنقوم بتنفيذها. خلينا ندي مثال ممكن يكون كتير مننا بيستخدمه. لما بنيجي نستخدم تطبيقات الملاحة زي خرائط جوجل مثلا، فهنلاقي ان في خوارزميات موجودة على التطبيقات اللي من النوع ده بتحدد موقعك فين، وبتحدد الوجهة اللي انت عايز تروحها، وبتشوف الطرق البديلة
وكل الاختيارات المتاحة ان انت تتنقل من الموقع اللي انت فيه للوجهة اللي انت عايز تروحها، وبتحط في الاعتبار كمان تحليل لحركة المرور علشان تبتدي تقترح عليك ايه احسن طريق، سواء اللي هياخد منك وقت اقل او اللي هتكون مسافته اقل او اللي هيخليك تستهلك وقود اقل، وتبقى كده بتحافظ على البيئة. ممكن نقول مثال تاني لمنصات مشاهدة الافلام او المسلسلات. لما بتيجي تعمل تحليلات لسجل مشاهدات العملاء او المستخدمين بتوعها، بتقدر تتوقع انت كمستخدم هتحب تشوف نوع ايه من الافلام او المسلسلات او البرامج، وبتبتدي تظهرهولك او ترشحهولك ان انت تتفرج عليه او تستمتع بمشاهدته. مش بس كده، كمان ده في بعض المنصات منهم بيستخدم البيانات دي انه بيبتدي يوجه ميزانية الانتاج لانتاج افلام جديدة او مسلسلات جديدة او برامج جديدة بناء على اهتمامات المشاهدين او البرامج او نوع الافلام او المسلسلات اللي المشاهدين بيحبوا يتفرجوا عليها اكتر، واللي بتضمن ان المشاهدين يفضلوا يستخدموا المنصة دي لفترة اطول. ممكن حد يسأل طب الخوارزميات دي بتشتغل ازاي؟ برضو من غير ما ندخل في تفاصيل تقنية كتير. كل ما نفهم اكتر عن ازاي الخوارزمية بتشتغل، كل ما نقدر يكون عندنا فهم وادراك اكبر عن قدرات وامكانيات الذكاء الاصطناعي، وايه الحاجات اللي نقدر فعلا نستخدمه ونستعين بيه فيها ونثق فيه، او ايه الحدود اللي عنده وما نقدرش نعتمد عليه فيها وما نثقش فيه. الخوارزميات مش بتعتمد على مهام محددة أو مهام واحدة، بمعنى إن ما في الخوارزمية اللي بتقوم بمهام كتير، هي في حقيقة الأمر هي بتبقى مجموعة من الخوارزميات كلها بتشتغل وبتتناغم مع بعض علشان تقوم بالمهمة اللي احنا بنطلبها منها كمستخدمين. طب خلينا ندي مثال هنا على المساعد الافتراضي سيري ازاي بيشتغل. في الحقيقة هو ما بيبقاش خوارزمية واحدة بس بتعمل لنا كل المهام، لكنها بتبقى مجموعة من الخوارزميات المختلفة، كل واحدة منهم متخصصة في مهمة معينة، ولكنهم بيشتغلوا في التناغم عشان تقوم بالمهمة اللي احنا عايزينها. أول خوارزمية منهم بتكون بتعالج مدخلات الصوت اللي بتقدر تسمع صوتنا وبتتعرف على الكلام اللي بنقوله. في خوارزمية تانية ممكن انها تترجم الصوت ده أو الكلمات اللي احنا قلناها بطريقتنا البشرية للطريقة اللي تقدر تفهمها الآلة. وفي خوارزمية تالتة بتاخد الأمر اللي احنا طلبناه منها بصوتنا وبتعمل البحث المطلوب تعمله، او بتشوف المهمه اللي احنا طلبناها بتعمل ازاي. وفي خوارزميه كمان ممكن تكون هي اللي بتنفذ الطلب وبترجع لنا بالنتيجه او المخرج النهائي اللي احنا عايزينه. كل ده بيحصل في وقت قليل جدا، ممكن تكون اجزاء من الثانيه بشكل سلس وسهل من غير ما نحس ان في تفاصيل معقده تقنيه في الخلفيه بتشتغل. كل ده ممكن يكون بيحصل لما مجرد بس نسال سؤال لسيري وترجع بالرد، او نطلب منها مثلا انها تظبط مواعيد المنبه او الالارم بتاعنا، او انها تسجل مهمة معينة على سلسلة المهام اللي احنا بنقوم بيها، او حتى انها تبعت ايميل. هنلاقي ان الخوارزميات هي اللي بتخلي انظمة الذكاء الصناعي ذكية، او بشكل ادق عندها قدرة على محاكاة الذكاء، لانها هي المسؤولة في انظمة الذكاء الاصطناعي على تحديد الطريقة اللي هي هتتعلم بيها من البيانات اللي دخلناها عليها، وبتقوم بتحليلها، وبعد كده بتبتدي تاخد قرار او تشوف هتستخدمها ازاي. كل ده الخوارزمية هي المسؤولة عنه في نظام الذكاء الاصطناعي. زي بالظبط كده احنا لما بنوفر البيانات لنظام الذكاء الاصطناعي، الخوارزمية هي المسؤولة عن استخدام البيانات دي، كأننا بندي مجموعة من الكتب لشخص، والشخص ده هو اللي بيحدد هيتعلم منها ايه وازاي وامتى. كمان هو اللي بيوجه استخدام المعرفة دي بعد ما بيقرأ الكتب اللي اديناها له في حاجات معينة هو بيقوم بيها. مع تطور الذكاء الاصطناعي بالتأكيد الخوارزميات بتتطور، وده اللي خلى كتير من أنظمة الذكاء الاصطناعي دلوقتي تبقى مبهرة لكتير مننا، لأنها بدأت يكون عندها قدرة انها تقوم ببعض المهام كان شبه مستحيل او مستحيل انها تعملها من 5 سنين او من 10 سنين فاتت. زي مثلا انه يقدر يتنبأ بتوجهات السوق او تغير سلوك المستهلكين. ممكن مع الوقت كمان يبقى عنده القدرة على انه يفهم مشاعر البشر. زي ما كنا بنقول ان البيانات هي حجر الاساس لنظام الذكاء الاصطناعي، الخوارزميات هي العمود الفقري اللي بيقوم عليه الذكاء الاصطناعي، لأنها هي المسؤولة عن تحويل البيانات الأولية اللي هي المادة الخام بتاعتنا لحاجة ليها قيمة ولها معنى ونقدر ناخد قرار على أساسها. زي بالظبط ما حولنا وصفة الأكلة اللي عايزين نعملها لأكلة لذيذة جميلة نحب ناكلها. من غير وجود الخوارزميات في أنظمة الذكاء الاصطناعي ممكن يكون أشبه بهيكل عربية شكلها حلو جدا، فيها كل المميزات اللي أي حد بيفكر إنها تكون موجودة في عربية، لكن للأسف ما عندهاش القدرة إنها تتحرك من مكانها، لأن ببساطة ما فيهاش المحرك أو الموتور اللي هيخليها تتحرك. في الحالة دي احنا هنا بنتكلم عن الخوارزمية ودورها في الذكاء الاصطناعي. لو رحنا كمان للمكون الثالث والأخير من مكونات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو تعلم الآلة. أي تطبيق أو أي سيستم أو نظام بيتبني بيكون في مجموعة من المهام أو مجموعة من الأوامر التطبيق ده أو النظام ده بيتبعها وبينفذها، وده المختلف ما بين أي نظام ما فيهوش ذكاء اصطناعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي اللي نعرفها دلوقتي.
أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي بيكون تعلم الآلة أو الماشين ليرنينج جزء من مكوناتها بيكون عندها القدرة إنها تتعلم من البيانات اللي بندخلها ليها، وكمان تقدر تحسن فيها وتحسن في المخرجات النهائية بتاعتها، ده من غير ما يكون فيه أوامر واضحة وصريحة لإتمام المهمة دي، لأنها بتبتدي تتعامل بذكاء مع البيانات المتاحة قدامها. وده اللي بيديها القدرة على التكيف والتطور بناء على التجارب اللي بتمر بيها أو الخبرات اللي بنستخدم فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي دي بشكل مختلف وبشكل متنوع بشكل يومي. ودي من أهم مميزات أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي نعرفها دلوقتي. خلينا ندي مثال على أنظمة منع البريد المزعج أو السبامينج. لو السيستم ده مبني من غير وجود ذكاء اصطناعي أو ماشين ليرنينج جواه، ببساطة شديدة هيكون في بعض التعليمات أو الأوامر هينفذها من غير ما يفكر، وبالتالي ممكن لو في حد عارف الطريقة اللي السيستم ده بيشتغل بيها هيتحايل عليه وهيبتدي يعمل حاجات مختلفة عن الأوامر اللي واخدها النظام ده، والنوع ده من البريد هيعدي من السبامينج فلترز او الابليكيشنز او التطبيقات الخاصه بالتعرف على النوع ده من البريد المزعج. لكن لو جينا شفنا ازاي نظام زي ده لو كان جزء من مكوناته هو الذكاء الاصطناعي او الماشين ليرنينج، الموضوع بيبقى مختلف تماما، لان الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج هنا بيبتدي يكون المعرفه اللي عنده وبيحدد انواع البريد المزعج اللي فعلا هيحددهم ان هو بنوع من انواع البريد المزعج من خلال تعلمه للبيانات المتاحه ليه او اللي بنبتدي ندخلها ليه علشان يتعلم منها، لانه بيبتدي يدرس ويذاكر ويعرف تفاصيل عن انماط المرسلين، نوع الرسائل اللي احنا بنسجلها كبريد مزعج، ايه المكونات بتاعتها، ايه اللغات المستخدمه فيها، هل فيها مثلا بيانات غير النصوص زي صور، زي تسجيلات صوتيه، زي ملفات مثلا بانواع معينه. ومن هنا بيبتدي هو يعلم نفسه بنفسه بناء على المدخلات اللي دخلناها ليه، وبعد كده بيبقى عنده القدرة ان هو يتعرف من تلقاء نفسه على انواع البريد اللي جايه دي، هل هي من النوع بريد المزعج ولا هي بريد غير مزعج. وهنا دي طريقة تعلم مختلفة تماما، ودي من اهم قدرات الذكاء الاصطناعي، انه بيبقى عنده القدرة على التعلم والتكيف والتطور بناء على التجارب اللي بيمر بيها والبيانات اللي بنعرضها عليه. النوع ده من أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديث بيكون عندها القدرة على تنفيذ بعض المهام المعقدة من غير ما تكون مكتوبة بشكل واضح وصريح في أنظمة برمجة الأنظمة دي. ممكن مثلا نستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال إنه يعمل لنا تنبؤات بسلوك المستهلكين حسب تغير المواسم أو حسب تغير سلوكيات الشراء اللي بيعملوها على منصات التجارة الإلكترونية. وطبعا ده ممكن يسمح للشركات إنها تبتدي تاخد خطوات استباقية عشان تقلل إن ده يحصل أو تمنعه. ممكن تفكر إنها تنزل منتجات جديدة، تعمل عروض في أوقات معينة من السنة اللي بيها تقدر دايما تجذب انتباه العملاء وتحافظ عليهم وما يبطلوش شراء من المنصات بتاعتهم. القدرة على التعلم من البيانات هي اللي بتسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بأنها تقوم بمهام معقدة أو مهام تفصيلية، زي التنبؤ بأسعار الأسهم مثلا في أسواق المال، أو حتى تشخيص الأمراض في الطب. بس خلينا نفتكر إن جودة مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي في المقام الأول معتمدة على جودة البيانات وكميتها اللي بيتعرض لها. فلو البيانات دي كان فيها نوع من أنواع التحيز أو ما كانتش مكتملة لسبب أو لآخر، بالتأكيد ده هينعكس على مخرجات نظام الذكاء الاصطناعي ده من حيث الجودة. ونقطة مهمة جدا هنا إن عملية التعلم اللي بيمر بيها نظام الذكاء الاصطناعي لازم تتم بإشراف بشري، لازم الإنسان هو اللي يكون مشرف على الخطوة دي أو المرحلة دي. صحيح احنا قلنا ان الذكاء الاصطناعي بيبقى عنده القدرة على التعرف على الأنماط أو ان هو يطلع بعض التنبؤات، لكن دور البشر أو الإنسان هنا للتأكد من صحة المخرجات اللي بتطلع لنا من نظام الذكاء الاصطناعي ده، وعلشان كمان نضمن دقتها. بالإضافة وحاجة مهمة جدا إنه يقدر يشوف النتائج اللي بتخرج دي هل هي متوافقة مع احتياجات العالم الحقيقي ومع أخلاقيات البشر أو الإنسان ولا لا. ودي نقطة خطيرة ومهمة جدا، ومش هنقدر نستغنى عن وجود الإنسان في تقييم أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي. ودي من أهم تاني المميزات لدور الإنسان أو للذكاء البشري مقارنة بالذكاء الاصطناعي. فعملية تعلم الذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة اللي بيبقى جزء من أنظمة الذكاء الاصطناعي بيكون دوره تحويل البيانات الأولية لمهام قابلة للتنفيذ، وده بيحصل من خلال تعلم المشرف عليه، زي ما بنقول وجود إنسان بيشرف على طريقة تعلم نظام الذكاء الاصطناعي، أو من غير وجود إشراف، أو بالدمج ما بين النوعين من التعلم. العملية دي هي اللي بتسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي إنها تتكيف وتتطور وتنمو ويبقى عندها القدرات اللي احنا منبهرين بيها دلوقتي. وده اللي بيخليها أدوات فعلا ليها قيمة بشكل متزايد جدا في كل الصناعات المحيطة بينا. بكده احنا مرينا أو عرفنا الثلاث عناصر الأساسية المكونة لأي نظام ذكاء اصطناعي.
بمجرد ان نظام الذكاء الاصطناعي ده بيتعلم من البيانات والخوارزميات اللي جواه بيكون عندها القدره انها تشتغل بالبيانات المتاحه ليها، وقتها بس بيكون نظام الذكاء الاصطناعي عنده القدره على ان هو يبتدي فعلا ينفذ مهام حقيقيه تطلب منه. وهنا نتائج تدريب نظام الذكاء الاصطناعي بتاخد حيز التنفيذ، كاننا بالظبط كنا بنجيب شخص لاول مره بينضم للفريق بتاعنا وادينا له كل المعرفه المطلوبه وبدا يتمرن عليها وبقى جاهز انه يطلب منه مهام حقيقيه مش مجرد لأهداف تعليمية أو تدريبية. وطبعا نوع المهام اللي ممكن نطلبها من نظام الذكاء الاصطناعي ممكن تبقى حاجات زي مثلا ان هو نطلب مساعدته في انه يكتب معانا مقالة او يعمل لنا تصميم معين او حتى يدينا بعض التنبؤات المستقبلية بناء على بيانات معينة بنديها له. والنتائج اللي بتطلع لنا من نظام الذكاء الاصطناعي ده هي بتكون إشارة لجودة البيانات أو جودة عملية التدريب اللي تمت لنظام الذكاء الاصطناعي ده، وده اللي بيخلينا منبهرين ببعض أنظمة الذكاء الاصطناعي والنتائج اللي بتطلع منها، لأن طريقة التعلم والبيانات اللي اتعرضت ليها كبيرة وحصلت بشكل منظم جدا وحصلت بتفاصيل كتيرة جدا اللي سمحت لأنظمة الذكاء الاصطناعي دي إنها تخرج نتائج فعلا مبهرة. ممكن نسأل نفسنا دلوقتي سؤال: إزاي نظام الذكاء الاصطناعي ده هيبتدي يحول التعلم اللي اتعلمه لعمل ولإنتاج بيخرج من نتائج للشخص اللي بيستخدمه؟ زي بالظبط الشخص اللي اتمرن وبدأ يشتغل في الشركة أو عضو الفريق الجديد اللي انضم لفريق العمل بتاعنا. مراحل التعلم اللي بيمر بيها في مراحل الأكاديمية سواء في الجامعة أو المدرسة أو حتى التدريب اللي أخده مننا بعد ما انضم لينا، كل دي مراحل التدريب والتعلم بتاعته، وبيبقى منتظر إن احنا نترجم كل المعرفة اللي أخدها سواء قبل ما ينضم لينا أو حتى بعد ما انضم لينا، إنه يبتدي يبقى مسؤول على بعض المهام بشكل كامل ويقوم بيها بنفسه من غير مساعدة حد. خلينا ناخد مثال. لو احنا عايزين نستخدم نظام ذكاء اصطناعي عشان يكتب لنا مواصفات لمنتج معين هنستخدمها على متجر إلكتروني، نظام الذكاء الاصطناعي ده بعد ما اتدرب بشكل كويس جدا واتمرن على بيانات كتير جدا على منتجات مختلفة وعلى وصف منتجات مختلفة، هنا بيكون جاهز ان احنا نبتدي نديله بعض المهام او الاوامر. ممكن يكون جزء من التعلم كمان ان احنا نديله مجموعة من مراجعات العملاء او عن طرق الكتابة لوصف المنتجات اللي موجودة على منصات الكترونية مختلفة، زي مثلا: قدم وصف لهذا المنتج: زجاجة مياه من الفولاذ الذي لا يصدأ. ده كده الامر اللي احنا اديناه لنظام الذكاء الاصطناعي. نظام الذكاء الاصطناعي بناء على المعرفة اللي عنده سواء من البيانات او الخوارزميات اللي موجودة جواه وطرق التعلم اللي اتعلمه، بيبتدي بيطبق الانماط وهياكل اللغة المختلفة اللي هو متمرن عليها علشان يصيغ لينا او يكتب لنا وصف للمنتج ده بشكل جذاب. فممكن تكون النتيجة زي مثلا: زجاجة المياه هذه مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ، متينة وخفيفة ومثالية للمغامرات الخارجية، إنها تحافظ على المشروبات الساخنة والباردة لساعات طويلة، وهي صديقة للبيئة. هنلاقي كده ان الذكاء الاصطناعي هو بس اخد مننا وصف بسيط جدا للمنتج ان هي زجاجة مياه من الفولاذ الذي لا يصدأ، بس هو بدأ يزود من عنده بعض التفاصيل بناء على المعرفة اللي عنده واحتياجات العملاء منها، اتعلم منها معلومة زي انها بتحافظ على المشروبات ساخنة او باردة او انها صديقة للبيئة. من هنا ده بيورينا ان الداتا او البيانات اللي اتمرن عليها نظام الذكاء الاصطناعي ده جزء منها اهتمامات العملاء، فممكن يبقى في جزء من العملاء بقى عنده اهتمام بالحفاظ على البيئة، فالمعلومة بتاعت انها صديقة للبيئة ممكن تجذب انتباه الشريحة دي من العملاء. او بعض العملاء بيبقى مهتم بوزن زجاجة المية انها تبقى خفيفة الوزن علشان يقدر يتحرك بيها مسافات اطول، او ان في بعض الناس بتبقى مهتمة لان زجاجة المية دي كمان يكون عندها القدرة انها تحافظ على المشروبات ساخنة او باردة. المعلومات دي احنا ما اديناهاش للذكاء الاصطناعي وقت ما طلبنا منه الامر ده، ولكن النوع ده من البيانات بيبقى جزء من التدريب والتعليم اللي اتمرنه والبيانات الكتير او الضخمة اللي دخلت في مرحلة تعليمه وتدريبه وتأهيله انه يكون جاهز انه يطلع لنا نتائج نقدر فعلا نستخدمها في شغلنا. بس خلينا برضو نحط في الاعتبار ان مخرجات الذكاء الاصطناعي هي مش بس في الكتابة، ممكن تشمل حاجات كتير جدا ومختلفة. في امثلة احنا قلناها فعلا في الحلقة بتاعتنا وهنقول امثلة تانية، وكمان ممكن نتكلم على امثلة اكتر وتطبيقات اكتر في حلقات جاية. بس من الامثله اللي ممكن نقولها دلوقتي مثلا زي الترجمه، وكتير مننا لما جرب يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي او انظمه الذكاء الاصطناعي في الترجمه من لغات للغات تانية، لا جوده الترجمه ما بقتش بنفس الشكل الحرفي اللي كتير قوي من انظمه الترجمه القديمه او اللي احنا كنا متعودين نستخدمها في عشرات السنين اللي فاتت. او التعرف على الصور، ان دلوقتي انظمه الذكاء الاصطناعي عندها القدره انها تشرح لنا الصوره وايه اللي هي شايفاه جوه الصوره وتفاصيلها شكلها عامل ازاي، او انها تقوم ببعض التحليلات للارقام او تطلع لنا تنبؤات عن الارقام اللي هي دخلت لها، وكمان في التصميم، في تشخيص الامراض وفي الرعايه الصحيه. كده احنا عرفنا الذكاء الاصطناعي مر بمرحله التدريب او التعليم
وبعد كده هنبتدي نستخدمه ونوظفه في شغلنا ازاي. لكن الجزء اللي جاي عايز اتكلم عن امكانيات وحدود الذكاء الاصطناعي، والنقطه دي مهمه جدا علشان نقدر نفهم قوه الاداه اللي احنا بنستخدمها او حدودها والحاجات اللي هي ما بتقدرش تنفذها. في ناس كتير لما بداوا يستخدموا انظمه الذكاء الاصطناعي جالهم نوع كده من خيبه الامل او الاحباط لما جربوا يستخدموا انظمه الذكاء الاصطناعي دي، لان كانت توقعاتهم كبيره جدا وخطيره. زي ما كنا في البدايه بنقول ان الناس كانت معتمده ان انظمه الذكاء الاصطناعي دي زي اللي بنشوفها في افلام هوليوود وسائل الاعلام، لكن الحقيقه غير كده. لما كنا بنحاول نطبق انظمه الذكاء الاصطناعي مع فرق العمل اللي بنشتغل معاها، كان هدفنا الاساسي ان احنا نسرع من اتمام بعض المهام ونعلي من الانتاجيه لفريق العمل. لكن فريق العمل وافراد الفريق لما بداوا يستخدموا بعض ادوات الذكاء الاصطناعي جالهم احباط شديد، وحصل نوع من انواع عدم القبول لاستخدام انظمه الذكاء الاصطناعي لان حجتهم وقتها ان انظمه الذكاء الاصطناعي دي مش جاهزه انها تطلع لنا اللي احنا عايزينه او ما بتشتغلش بالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها. وده اللي خلاهم يبتدوا يشتغلوا اكتر على بعض المهام اللي مطلوبه منهم واللي خدت وقت اكتر وجهد اكبر. وهنا المشكله، فكره ان احنا لما بنيجي نستخدم انظمه الذكاء الاصطناعي لاول مره بنتوقع او بندخل ان احنا نستخدمها بتوقعات عاليه جدا، بنبقى مستنيين انها تخرج لنا نتائج بنفس الشكل وبنفس الجوده والكفاءه اللي احنا عايزين نطلعها وكمان في وقت اقل، ولكن مش دايما دي بتكون النتيجه. طب خلينا نشرح اكتر ليه ده بيحصل. حتى مع تطبيقات متقدمه زي مثلا استخدامات انظمه الذكاء الاصطناعي في تحليل تقارير طبيه او توصيات المنتجات اللي بتطلع لنا على منصات التجاره الالكترونيه او حتى في السيارات ذاتيه القياده، هنلاقي ان انظمه الذكاء الاصطناعي دي هي متخصصه جدا وقدراتها وتفكيرها محدود جدا في الحاجه اللي هي متمرنه عليها او اللي بتعرف تطلعها بكفاءه عاليه. لكن التفكير او الاستنتاج خارج اطار برمجتها بيكون دي مهمه شبه مستحيله، ودي من حدود انظمه الذكاء الاصطناعي اللي ما بيقدرش يتخطاها او على الاقل لحد وقت تسجيل الحلقه دي. حاجه تانية مهمه جدا، لما بنيجي نستخدم انظمه الذكاء الاصطناعي بنعتمد ان احنا بنستخدمها مع شخص عنده خبره كبيره جدا، لكن في الحقيقه ده شيء غير صحيح. لما بنيجي نطلب من انظمه الذكاء الاصطناعي كذا امر في نفس الوقت دي بتعمل مشكله، لانه ما بيطلع لناش النتيجه بالكفاءه اللي احنا بنكون متوقعينها، او لما بنيجي نتعامل مع شخص عنده خبره في اتمام المهمه دي. على الرغم من ان انظمه الذكاء الاصطناعي ممكن نقول انها ذكيه، زي ما قلنا في الاول انها بتحاول انها تحاكي ذكاء البشر او بتقلد ذكاء البشر، لكنها هي في حد ذاتها ما عندهاش الذكاء ولا حاجه. علشان كده لما بنيجي نستخدم انظمه الذكاء الاصطناعي لازم دايما نحط في الاعتبار ان احنا في الاخر بنستخدم اداه او بنستخدم برنامج ليه بعض الحدود وبعض الاوامر اللي بينفذها، ولكن هو عنده القدره ان هو ينفذها بشكل اسرع لو قدرنا نطلبها منه بشكل اوضح. ممكن يكون النوع التاني من الذكاء الاصطناعي اللي كتير مننا بيشوفه في افلام هوليوود او وسائل الاعلام اللي بنسميه الذكاء الاصطناعي العام او AGI. النوع ده من الذكاء هو لسه مش موجود بشكل تجاري، اكيد في ابحاث بتشتغل عشان تقدر تطلعه او نشوف قدرات AGI هتكون عامله ازاي وهتقدر تساعد البشر في ايه، بس هو ببساطه من غير برضو الدخول في امور تقنيه، هو الذكاء الاصطناعي العام او AGI من المتوقع انه يكون عنده قدره معرفيه شبيهه بالبشر، زي مثلا انه يكون عنده قدره على التعلم بشكل اكبر، وانه يطبق المعرفه دي بشكل اوسع واشمل واعم في مهام مختلفه حتى لو كانت غير نفس طبيعه المهام اللي هو اتمرن عليها، او انه يكون عنده القدره على التكيف على مواقف جديده ما كانتش جزء من البيانات اللي هو اتمرن عليها او دخلت له في البدايه، او ممكن يظهر عليه بعض الصفات الجديده زي الوعي الذاتي مثلا. AGI او الذكاء الاصطناعي العام هو فكره ان وجود آلة ممكن يكون عندها القدره على التفكير، الشعور والاحساس، وانها كمان تشتغل بشكل مستقل من غير ما حد يطلب منها امر معين. ودي الفكره اللي بتثير قلق كتير من الناس وبتطرح سؤال ان هل ممكن يجي يوم والذكاء الاصطناعي ده ان هو يسيطر على العالم والبشر؟ بس النقطة اللي ممكن نأكد عليها إن الذكاء الاصطناعي العام أو AGI دي حاجة لسه في الخيال، مش موجودة في الواقع وفي الحقيقة. زي ما كنا بنقول التحدي اللي قابل فريق العمل عندنا لما كانوا بيحاولوا يستخدموا أنظمة الذكاء الاصطناعي هو بسبب عدم فهمهم لقدرات وإمكانيات نظام الذكاء الاصطناعي ده. ومن هنا مهم جدا إن احنا نبتدي نحط توقعات واقعية ومنطقية لاستخدامنا لأنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة. فعلى الرغم من قوته وقدراته اللي ممكن تكون مبهرة في كتير من الأحيان، احنا محتاجين نحدد ايه نقاط القصور أو الضعف اللي موجودة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية. هنلاقي إن مثلا أنظمة الذكاء الاصطناعي عندها قدرة كبيرة جدا ممكن تكون استثنائية في كتير من الحالات، إنها تقدر تتعرف على أنماط مختلفة أو تحلل البيانات أو تعمل اللي بنسميه أوتوميشن أو ميكنة لبعض المهام المتكررة أو المملة عند كتير من البشر في الوقت الحالي. فمثلا هنلاقي ان انظمه الذكاء الاصطناعي بقى عندها قدره عاليه جدا للتعرف على الصور بدقه عاليه، وده اللي زود من قدرات انظمه التعرف على الوجوه او حتى في تحليل التقارير الطبيه والصور الطبيه.
خلينا نتكلم شوية هنا عن استخدامات الذكاء الصناعي في مجال الرعاية الصحية أو الرعاية الطبية. في وقت كبير جدا بيروح من الدكاترة أو للأطباء في تشخيص الأمراض وفي تحليل كل التقارير الطبية الخاصة بالأمراض. أنظمة الذكاء الاصطناعي لما بتدي يتعرض عليها مجموعة كبيرة من التقارير الطبية وطرق تشخيص الأمراض، بيكون عندها قدرة فائقة إنها تقدر تحدد لنا أو تشخص لنا الأمراض للمرضى اللي بنعرض عليها بياناتهم. وده طبعا اللي ساعد بشكل كبير كل الأنظمة الطبية أو كل مقدمي الخدمات الطبية إنه يكون عندهم قدرة أعلى في تشخيص الأمراض بسرعة أكبر. ممكن مثلا يكون بيساعد بعض الأمراض اللي محتاجين نكتشفها بدري عشان نقدر نحط لها علاج بشكل مناسب، أو يبقى نسب الشفاء فيها عالية لو اكتشفنا المرض في وقت مش متأخر. بالإضافة كمان إنها سمحت لمقدمي الخدمات الطبية إن يكون عندهم الوقت للإبداع والقيام بمهام ليها علاقة بيهم كبني آدمين أو كبشر، زي الإبداع، زي التفكير، زي التخطيط، زي التنظيم وخلافه. خلينا ناخد مثال تاني، استخدامات الذكاء الصناعي في مجال مثلا خدمة العملاء أو صناعة خدمة العملاء. قبل وجود الروبوتس أو الباتس اللي بتبقى موجودة على منصات مختلفة أو تطبيقات المختلفة واللي بترد عن طريق الذكاء الصناعي على استفسارات العملاء، تخيل كده وافتكر قد إيه وقت كنا ممكن نستنى عشان حد من خدمة العملاء يرد على المكالمات بتاعتنا أو على استفساراتنا، سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق الشات بوتس دي. ساعات، ممكن دقايق، ممكن ساعات، في بعض الأحيان ممكن تبقى أيام لو حاجة معقدة شوية، لو أنا عندنا كومبلين أو عندنا شكوى على حاجة معينة أو على خدمة معينة أخدناها. ده غير كمان ان الرد من فرق خدمة العملاء للشركات المختلفة بقى مرتبط بالتايم زونز او فروق الوقت ما بين مدينة للتانية او دولة وللتانية. مع وجود الذكاء الاصطناعي ده سمح ان نسبة كبيرة جدا من الاسئلة او الاستفسارات اللي عند العملاء يتجاوب عليها في نفس اللحظة وفي نفس الوقت 24 ساعة على مدار اليوم خلال كل ايام الاسبوع. فبالتالي توفر وقت كبير جدا على كل قطاع خدمة العملاء واللي شغالين فيه ان يكون عندهم تركيز اكبر على المهام المعقدة اللي الذكاء الصناعي مش هيقدر يحلها، او اللي محتاجة نوع من انواع التحقيق او التدقيق في بعض تفاصيل الشكاوى اللي بتجيلنا من العملاء. من التطبيقات المهمة جدا كمان للذكاء الاصطناعي او في معالجة اللغة الطبيعية اللي بنسميها NLP، كفاءة عمل المساعدين الافتراضيين زي مثلا سيري، او حتى بعض ادوات او برامج الترجمة اللغوية، او محركات البحث اللي موجودة على منصات التسويق الالكتروني او متابعة الافلام والبرامج والمسلسلات. دخول الذكاء الاصطناعي في النوع ده من البرامج والتطبيقات ساعد بشكل كبير جدا على تحسين تجربة المستخدم. حتى كده لما نيجي نقعد نفكر نشوف طبيعة الخدمات اللي كنا بناخدها او المنتجات اللي بنشتريها من المنصات دي في الوقت الحالي مقارنة من 4 أو 5 سنين فاتت، تلاقي ان المنتجات اللي بيقترحها عليك المنصة او الافلام والمسلسلات اللي بتقترحها عليك المنصة هي اقرب بكتير من احتياجاتك واهتماماتك في الوقت الحالي عما كانت عليه قبل كده. وده بالتأكيد خلى المستخدمين للمنصات دي يكون عندهم انتماء أكبر أو يكونوا مستمتعين أكتر لما بيستخدموا المنصة دي في أي حاجة بيستخدموها ليها، سواء منصات التجارة الإلكترونية أو متابعة الأفلام والمسلسلات وغيرها تطبيقات كتير. على الرغم من كل الإنجازات دي وكل المميزات اللي احنا اتكلمنا عنها، لكن برضو الذكاء الاصطناعي عنده حدود وعليه قيود كبيرة جدا، زي مثلا عدم قدرته على التفكير بشكل منطقي وسليم زي البشر، اللي هو بنسميه logical thinking عندنا كبني آدمين أو كبشر. على الرغم من وجود بعض النماذج أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة اللي تم تطويرها مؤخرا تحت مسمى انها بتقدر تعمل reasoning بشكل احسن، ولكنها لسه ما وصلتش لنفس القدرات البشرية في اللوجيكال ثينكينج او التفكير المنطقي السليم. طبعا كل ده في لحظة تسجيل الحلقة دي ممكن بعد وقت قليل جدا نلاقي أنظمة الذكاء الاصطناعي يبقى عندها تطور كبير وبدأت انها تحل مشكلة زي كده في التفكير المنطقي او في طريقة معالجتها لبعض الامور. ممكن تحدي تاني بيواجه الذكاء الاصطناعي قرارات الأخلاقية أو القرارات اللي ليها علاقة بأمور أخلاقية عند البشر، وده تحدي كبير لسببين. لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي ما عندهاش بوصلة أخلاقية أو زي اللي موجودة عند الإنسان الفطرة أو الضمير اللي بتقدر تقيم عن طريقها أنت كإنسان إن دي حاجة غلط أو حاجة صح، أو دي ممكن تأثر على الإنسان أو على البشرية أو على المجتمع اللي أنت فيه أو لا. وده مرتبط بشكل كبير بنوع البيانات اللي تم تمرين أو تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي عليها. ممكن يكون اتمرنت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية على كم كبير جدا من البيانات، بس مش كتير من البيانات دي كان بيهايلايت أو بيأكد أو بيوضح الأمور الأخلاقية، أو إن إزاي بنقدر نعمل موازنة بين القيم البشرية المختلفة والأخلاقيات الإنسانية المختلفة. وتعتبر دي من أهم وأخطر المخاطر أو نقاط القصور في أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، لأنها دايما بتعتمد
على وجود إنسان بيقيم المخرج النهائي اللي بيطلع منها، وهو اللي بيحدد إن المخرج ده يتناسب مع الأخلاقيات البشرية ولا لأ. علشان كده النوع ده من التطبيقات اللي فيه حساسية في بعض الأمور أو بعض المجالات لازم وجود إشراف بشري على المخرجات الذكاء الاصطناعي من وراها. ممكن نقدر نقول لما الذكاء الاصطناعي يشتغل مع الذكاء البشري ويبقى في نوع من التعاون والتكامل ما بينهم هما الاتنين، الامكانيات مش ممكن نتخيلها. حتى لو احنا دلوقتي منبهرين بمخرجات الذكاء الاصطناعي، بس من غير وجود العنصر البشري او الذكاء البشري في توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي مش هنقدر نوصل لنتائج مبهرة اكتر. لما يحصل النوع ده من التكامل او اللي ممكن نسميه مشاركة ما بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخرجات اللي هتطلع منه هتبقى مبهرة اكتر بكتير من اللي احنا بنشوفه النهاردة. خلينا نفتكر دايما ان الذكاء الاصطناعي موجود علشان يزود من قدراتنا كبشر. ممكن الذكاء الاصطناعي هو اللي يقوم بالمهام الروتينية او المملة اللي ما بنحبش نعملها كبشر، وده اللي هيسمح لنا يكون عندنا وقت اكتر نركز على الامور اللي فيها ابداع او تخطيط او امور استراتيجية او حتى مشاعر وعواطف. ببساطة الحاجات اللي فعلا محتاجة لمسة انسانية او بشرية. في مجال مثلا الصحافة، ممكن الذكاء الاصطناعي نخليه هو اللي يقوم بكتابة المقالات الروتينية او اللي بتكون مكتوبة عن مواضيع روتينية او متكررة، بس القارئ بيحب يقرا النوع ده من المقالات من وقت للتاني. وده اللي هيسمح للكتاب والصحفيين انهم يقدروا يركزوا اكتر على التحقيقات العميقة او المقالات اللي فيها فعلا رأي بشري او حس بشري. ممكن برضو لما نيجي نستخدمه في المجال الطبي بتحليل آلاف او مئات من البيانات المتاحة عن السجلات الطبية، ده هيقدر يساعد الأطباء لاكتشاف الأمراض بشكل أحسن، أو حتى اكتشاف بعض الأمثال للأمراض اللي لسه مش عارفين نوصل لعلاجات ليها. ده غير طبعا إن هيسمح إن يكون في وقت أكبر من الفرق الطبية المختلفة عشان يقدروا يمارسوا رعاية طبية اللي محتاجة فعلا لمسة إنسانية أو عاطفية للمرضى. مستقبل الذكاء الصناعي متوقف على مدى تعاوننا كبشر معاه مش المنافسة. بكل الأمثلة اللي احنا قلناها، دور البشر لسه مهم في توجيه وتطوير الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للتأكيد على استخدامه بمسؤولية وبشكل فعلا يعود بالنفع على المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ممكن يكون الذكاء الاصطناعي مجال تقني معقد، بس احنا النهاردة بدأنا نركز أكتر على المبادئ الأساسية والمكونات الخاصة بالذكاء الاصطناعي علشان نفهم أكتر هو بيشتغل إزاي، ومن هناك نقدر نحدد إمكانياته وقدراته فين وإيه أوجه القصور والحدود اللي موجودة عنده. زي ما كنا بنقول في البداية إن الذكاء الاصطناعي هو بيحاول يقلد جزء من الذكاء البشري عن طريق الأنظمة والبيانات والخوارزميات اللي مبني على أساسها. بكده ممكن نقدر نقول إن الذكاء الاصطناعي مش سحر أو مش حاجة خيالية، هو نظام ليه عمليات وليه خطوات بيمر بيها علشان يقدر يطلع لنا النتائج اللي احنا كلنا منبهرين بوجودها. الذكاء الاصطناعي هو فعلا تقنية مثيرة وبتغير العالم حوالينا، وعلى الرغم من الذكاء الاصطناعي وقدراته في التعرف على الأنماط وتحليل البيانات أو إن هو يقدر يعمل أوتوميشن أو ميكنة لبعض المهام الروتينية اليومية، إلا إن قدراته برضه لسه محدودة، زي التفكير السليم زي ما كنا بنقول، أو فهم مشاعر الإنسانية، أو اتخاذ القرارات اللي ليها علاقة بالأمور الأخلاقية. هو أداة قوية جدا، لكنه محتاج لاستخدام مدروس بإشراف بشري علشان نقدر نوجهه لمصلحة البشر. بس في حاجة تانية كمان مهمة ممكن نحطها في الاعتبار، هو إن الذكاء الاصطناعي مش حاجة ثابتة، بيحصل عليها تطور كبير جدا بشكل متسارع جدا. ممكن كل شهر أو كل أسبوع أو حتى كل يوم نسمع عن تطور جديد أو على نوع جديد من التطبيقات اللي بدأ الذكاء الاصطناعي يدخل فيها واللي كانت شبه مستحيلة من فترة قليلة فاتت. لو كتير مننا منبهر بالنتائج اللي بيطلع بيها الذكاء الاصطناعي دلوقتي، أنا عايز أقول لكم إن الإمكانيات هتكون مبهرة أكتر بكتير في الوقت القليل اللي جاي. مع استمرار التطور اللي بيحصل عليه هتتوسع إمكانياته وقدراته، وده فعلا اللي هيخليه أداة ما تتقدرش بتمن سواء للأفراد أو للشركات. لما نيجي نبص على المستقبل هنلاقي إن الذكاء الاصطناعي بيوعدنا بتطورات كبيرة هتحصل، لكن التطورات دي مرهونة بمدى اندماج الذكاء الاصطناعي مع نسيج المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وإزاي هنقدر ندخله جوه تفاصيل حياتنا. هنا ما أقصدش حياتنا الشخصية، ولكن أقصد حياتنا اليومية أو العملية في المهام اللي بنقوم بيها. الطريقة اللي بندير بيها تأثيره على مجتمعنا هي اللي هتحدد ملامح التطور اللي هيحصل في الفترة اللي جاية في أمور مختلفة زي القضايا الأخلاقية أو خصوصية البيانات أو تقليل التحيز اللي ممكن يكون بيحصل في وقت من الأوقات، أو حتى تأثيره على سوق العمل. وهنا تأثيره على سوق العمل ليه 3 جوانب مختلفة، سواء بالوظائف اللي هتختفي ومش هيكون ليها وجود، أو بالوظائف اللي هتتخلق وهتبقى موجودة، أو حتى في تأثيره في الوظائف اللي هتفضل مكملة ولكن في طريقة إدارتها أو في طريقة تنفيذها هيحصل تغيير كبير، لأن الذكاء الاصطناعي هيكون ليه دور كبير جدا في اتمام بعض الأجزاء من المهام دي. وممكن أقول ده اللي بيحط مسؤولية على كتير مننا، إن النقاش عن أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لازم يفضل مكمل علشان نقدر ناخد خطوات استباقية ونستغل الذكاء الاصطناعي لمصلحتنا هنا أقصد مصلحتنا كبشر مش ضدنا. ممكن بعد ما وصلنا لنهاية حلقتنا السؤال اللي كل حد يسأله نفسه هو أنا هيكون دوري إيه؟
في عالم الذكاء الاصطناعي هيبتدي يغير ملامح كتير فيه، والأمر ما بقاش اختيار، خلاص بقى أمر واقع. المهم إن احنا نبقى دايما على اطلاع، يكون عندنا من الفضول، ونبتدي نحدد وقت كافي علشان نقدر نفهم قدرات الذكاء الاصطناعي والتطورات اللي ممكن تحصل عليه وتأثيرها على حياتنا وشغلنا. وعي كل حد ومشاركاته في دور الذكاء الاصطناعي هو اللي هيضمن لنا كلنا مستقبل نقدر نتعاون فيه مع الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وبأخلاقيات تساعد المجتمع كله. أنا محمد عبد الحميد، تقدروا تلاقوني على لينكد إن ABDALHAMID، أو على موقعي الخاص www.abdalhamid.com.